الجميع. شكرا لأشرف حكيمي. حكيم زياش، الجماهير نادت بحكيم زياش، وحكيم كان واحد من المميزين. نادت أيضا بمدرب مغربي وليد الركراكي، وهو أيضا واحد من المميزين. الآن من أمامي تمر هذه الحافلة التي تقل الأبطال الذين جاءوا من قطر، صنعوا المجد في قطر، في ملاعب قطر. نسخة ستبقى للذكرى. نعم، أيضا المغاربة سيتذكرون دولة قطر، سيتذكرون ما أنجزه منتخبهم الوطني. المغاربة يحتفلون. هذه الصور يعني تغني عن كل تعليق في الواقع. يعني عشت لحظات كثيرة في مشواري المهني. هذه أول مرة أتابع هذه الاحتفالات الكبيرة جدا في المغرب، هذا الاعتزاز الكبير. يعني الشارع أضيء عن آخره. فعلا هذه لحظة تاريخية. اللاعبون يبادلون الجماهير الاحتفال وكأني في ملعب لكرة القدم، بل بالفعل الرباط تحولت إلى ملعب كبير تشكر هؤلاء الأبطال، وهم يبادلون الجماهير الشكر والاعتزاز والفخر بما تقدم أو بما أنجز في استادات كأس العالم في مونديال قطر. إذا مرت الحافلة وهي تتوجه إلى القصر الملكي في الرباط، تتوجه إلى باب السفراء، تتوجه إلى حيث سيحظون باستقبال هم وعائلاتهم، وكذلك الجميع ممن كان مسؤولون، أيضا مسؤولين في الاتحاد المغربي، ممن كان مسؤولا عن هذا الإنجاز العربي الكبير. يعني لا أجد الكلمات لوصف هذه اللحظات. هل هي مشاعر فخر؟ هي مشاعر اعتزاز؟ هل هي مشاعر الانتماء أيضا العربي المغربي الأفريقي؟ هم صنعوا مجدا. أكيد أن لاعبي المنتخب المغربي عندما يمرون وسط هذه الحشود مئات الآلاف من الأنصار سيعلمون أي إنجاز أنجزوا.